بمجرد ما بتاخد قرار انك تشتري موبايل، اول 3 عوامل كل واحد فينا بيفكر فيهم. اول حاجة وهو المعالج، تاني حاجة شاشة الموبايل، تالت حاجة وهي الكاميرات، وممكن تخلي الكاميرات تاني عامل كمان. وبناء على ال3 عوامل دول بيتحدد قيمة الموبايل، سواء هو فئة اقتصادية او متوسطة او فئة عليا. ولكن النهاردة انا جاي اكلمك على موبايل من موبايلات ابل، وهو افضل موبايل حرفيا من شركة ابل قيمة مقابل سعر، وهو الايفون 13. طيب ايه اللي بيميز الموبايل ده عن باقي الموبايلات التانية؟ يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وزي ما قلت لكم يا شباب، النهارده جاي اتكلم معاكم عن افضل موبايل من شركه ابل بيقدم حاليا قيمه مقابل سعر، وهو الايفون 13. وده ليه اكتر من سبب، والنهارده هعرفك عليهم كلهم مع بدايه دخول 2025. مش بكلمك على موبايل نازل في 2021 فالمفروض ان الموبايل خلاص مش هيقدم لك اداء كويس. النهارده جاي اعرفك لو انت فعلا نازل تشتري موبايل، ليه ده هيكون افضل اختيار بالنسبه لك، بيقدم لك قيمه مقابل سعر. وهنا الموبايل ده تقريبا هيديك ال3 عوامل دول بقوه رهيبه جدا. بمعنى اول حاجه هنتكلم عنها الشاشه، ولكن قبل ما نروح للشاشه خلينا اكلمك على تصميم الموبايل بشكل سريع جدا، ولكن مش هكلمك بتفاصيل جامده قوي. خليني اقول لك بس اهم الحاجات اللي ممكن تفيدك. ان الموبايل ده بالنسبه لي واحد من افضل الموبايلات اللي ممكن تستخدمه بايد واحده او كحجم موبايل. طبعا حجم الموبايل ده بيكون شيء نسبي، بيرجع لك هل انت بتحب الشاشات الكبيره ولا لا. ولكن انا لو هتكلم عني انا بشكل شخصي، انا شايف ان الايفون 13 واحد من افضل الموبايلات اللي ممكن تستخدمها، سواء حجم الموبايل، لان الموبايل هنا بيجي بوزن 175 جرام. حواف الموبايل بتكون انسيابيه جدا في ايدك. مسكه الموبايل لو مسكته وقت طويل جدا مش هتتعب معاه خالص، بل بالعكس الموبايل مريح جدا في اي مده بتستخدمها. ايدك مش هتتعبك، تقدر توصل لجميع حواف الشاشه بكل سهوله. انا نفسي يا شباب بستخدم الايفون 14 برو، وقبله كنت بستخدم الايفون 13 برو، وقبله 12 برو. انا عن نفسي ما بحبش الاحجام الكبيره في الموبايلات، بحب امسك الموبايل يكون سهل في ايدي. الموبايلات الكبيره جربت مره وجبت الايفون 11 برو ماكس، بمجرد ما استخدمته فتره قصيره جدا الموبايل كان بيقع من ايدي بشكل كبير. حجم الموبايل ما كانش مساعدني ان انا اقدر اتنقل جوه الشاشه بايد واحده، لازم امسك كده واطلع من فوق بحس ان انا يعني بحارب عشان اوصل للحاجه. ولكن هنا الوضع مختلف جدا. طبعا شكل الموبايل، خليني اقول لك ابسط مثال، ان لحد النهارده لسه بينزل من شركه ابل نفس التصميم ده حتى مع الايفون 16، ولكن باختلاف شكل الكاميرات. ولكن لو دورت في باقي الموديلات هتلاقي نفس الشكل ده لسه موجود. يعني الموبايل شكله بريميوم جدا، تقدر تطلعه في اي مكان، مش هتحس ان انت ماسك موبايل رخيص نهائي. سيبك بقى من موضوع التصميم خالص، وخليني اقول لك انا ليه بقول لك ده افضل موبايل بالنسبه لك قيمه مقابل سعر. الموبايل ده النهارده متوسط سعره مستعمل من حوالي 20,000 جنيه لحد 23,000 جنيه. وطبعا موضوع الاسعار انتوا كلكم عارفين ان انا دايما بنزل لكم بيها تحديث اول باول، وبنزل محلات وبجيب لكم الاسعار من جواها. تعالوا نرجع مع بعض للموبايل. ودلوقتي اتكلمنا عن التصميم، خلينا بقى نروح لشاشه الموبايل. ودي واحده من افضل الشاشات اللي حرفيا ممكن تستخدمها في الموبايل. عايز اقول لك ان نفس الشاشه اللي موجوده هنا هي اللي موجوده في الايفون 13 برو، هي اللي موجوده في ال 13 برو ماكس، باستثناء ال 120 هرتز. وهو تردد الشاشه هنا للاسف بيجي ب 60، ولكن طبعا عشان موضوع سعر الموبايل فما كانش ينفع يخلوه لك 120 خالص. وطبعا عشان يبقى في بعض الفروقات بين الايفون 13 العادي وبين ال 13 برو والبرو ماكس. ولكن كالوان شاشه خليني اقول لك ان الشاشه هنا بتيجي من نوع سوبر ريتنا اكس دي ار 10، دقه بكسلات 2532 في 1170 بكسل، بمعدل كثافه 457 بكسل لكل انش، طبعا مع طبقه حمايه مقاومه للخدش. يعني الشاشه هتكون مقاومه معاك كمان في الصدمات. وكمان الشاشه بتدعم خاصيه الاتش دي ار 10 مع قوه سطوع 800 نتس. خليني اقول لك ان الوان الشاشه، زوايا الرؤيه بتاعتها، انت لو بتتفرج عليها حرفيا انت هتكون مستمتع بكل دقيقه وانت بتتفرج. ولكن مازال النوتش موجود في الشاشه زي كل موديلات ابل لحد النهارده اللي بتنزل، باستثناء ان الاصدارات الاخيره بقت بتنزل بخاصيه الدايناميك ايلاند. ولكن انا شايف ان النوتش هنا افضل بكتير، لان حرفيا هنا النوتش واصل لاخر الشاشه، وجاي اصغر ب 20% من الموديلات اللي قبله زي ال 12 برو، 12 برو ماكس. ال 60 هرتز هنا مش هتحس بيه خالص، بل بالعكس هتاخد اداء الموبايل القوي. وده اللي هياخدنا للنقطه اللي بعد كده، وهو المعالج الخاص بالموبايل ال A15 بايونيك. وعايز اقول لك ان اداء الموبايل هنا مش هينفع نقف عنه كتير، لان موبايلات ابل كلها عارفين الاداء بتاعها. انت لو جبت موبايل ايفون 8 بلس لحد النهارده هتلاقيه بيقدم معاك اداء كويس. تخيل بقى لو مسكت الايفون 13 اللي فيه نفس المعالج اللي موجود في الايفون 13 برو ماكس، هتاخد نفس الاداء نفس القوه. المعالج حرفيا رهيب. طبعا موضوع التحديثات، الموبايل لسه شغال عليه تحديثات بشكل طبيعي جدا، ولسه معاك شويه حلوين عشان التحديثات تقف عليه. تعال بقى للنقطه اللي بعد كده والاهم، وهي كاميرات الموبايل ده الايفون 13. الكاميرات هنا حرفيا محتاجه فيديو لوحدها.
كاميرات هنا حصل فيها تطور رهيب بعد سلسله الايفون 12 كلها، سواء في فتحه العدسه، سواء ان ده كان اول موبايل ينزل عليه تصوير السينماتيك مود، سواء اداء الصور، الفيديوهات. خلينا نتكلم كده مع بعض عن كاميرات الموبايل. وخليني اقول لك ان الكاميرا الماستر هنا بتيجي بقوه 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.6، وفتحه العدسه هنا يا شباب واسعه جدا. خليني اقول لك من غير ما ادخلك في تفاصيل، العدسه هنا بتاخد اكبر نسبه ضوء بتقدر تدخلها للكاميرا، وبالتالي بتقدر تاخد صور قويه جدا حتى في ظروف الاضاءات الصعبه، الصور هتكون ممتازه جدا معاك. وطبعا تاني كاميرا اللي هي الالترا وايد بتيجي برده بقوه 12 ميجا بكسل، والكاميرا الاماميه بتيجي بقوه 12 ميجا بكسل. خليني اقول لك ان الكاميرا هنا بتطلع صور رهيبه، يعني انا لما جيت صورت بيها في اكتر من وضع حرفيا انا حسيت ان انا بصور بكاميرا بروفيشنال. تصوير الكاميرا هنا ممتاز جدا جدا جدا، حتى لو انت بتصور بيها بورتريه، مع العلم ان الموبايل هنا ما فيهوش كاميرا التليفوتو اللي بتساعدك في البورتريه انك تاخد وضع افضل في الصور، ولكن ما زال تصوير البورتريه الخاص بيها قوي جدا. تصوير الصور العاديه بتاعها سواء الصبح او بالليل هتاخد منها تصوير ممتاز جدا جدا جدا. ولكن خليني اقول لك بقى ان تصوير الفيديو هنا موضوع تاني خالص، لان الموبايل هنا اداؤه في التصوير فعلا خرافي. انت بمجرد ما بتصور فيديوهات بالموبايل ده انت حرفيا بتروح في حته تانية خالص بالتصوير. يعني لو انت صانع محتوى الموبايل ده تقدر تعتمد عليه اعتماد كلي، لو انت فوتو سيشن الموبايل ده تقدر تطلع بيه صور حرفيا وفيديوهات حرفيا بعض العملاء ممكن ما يقدروش يفرقوا بينه وبين الكاميرا. كاميرات الموبايل يا شباب هتقدم معاكم اداء فوق الرائع. خليني اقول لك ان الايفون 13 افضل موبايل في فئته السعريه يا شباب، هيديك الصور اللي بتقدر تاخدها منه في جميع الموبايلات اللي ممكن تمسكها في الفئه السعريه دي. يعني مفيش اي موبايل من شركه ابل تحت الايفون 13 هيديك اداء الكاميرات ده، ولا الايفون 12 ولا ال 12 برو ولا ال 12 برو ماكس، حتى ال 12 برو ماكس بثلاث كاميرات. ولكن صعب جدا يديك اداء الكاميرات ده بسبب قوه المعالج اللي بيساعدك جدا في تصحيح الالوان، بلس كمان ان فتحه العدسه هنا اكبر، الاداء على الكاميرا هنا اتغير بشكل كبير. كل ما هو تحت الايفون 13 صعب يديك نفس الاداء. ولكن خليني اقول لك بقى على نقطه سريعه، ان الموبايل هنا للاسف ما بيدعمش تصوير الرو اللي موجود في الايفون 13 برو والايفون 13 برو ماكس. طبعا لو حد فيكم ما يعرفش ايه هو تصوير الرو، ده تصوير بيطلع خام خالص بمساحه تخزين اكبر، ولكن من خلاله بتقدر تعدل انت على الالوان اللي طالعه في الفيديو، بتاخد الالوان اللي انت عايزها. تعال اخدك بقى للنقطه اللي بعد كده، وهي بطاريه الايفون 13 اللي بتيجي بقوه 3240 ملي امبير بقوه شحن 20 واط. وعايز اقول لك ان واحده من اقوى النقط اللي موجوده في الايفون 13 هي البطاريه بتاعته اللي هتكمل معاك حرفيا اليوم كله مرتاحه، وهتقدر تستخدم الموبايل بشكل طبيعي جدا. انا عايز اقول لك ان البطاريه هنا سلسله الايفون 13 عامه كلها اشتهرت بقوه البطاريه بتاعتها، ولكن هنا بسبب ان الشاشه 60 هرتز اللي هي اقل من 120، فدي ساعدت جدا ان بطاريه الموبايل تكون اقوى معاك، لان تردد الشاشه لو كان 120 بيكون في سحب البطاريه معاك اقوى، ولكن هنا عشان الشاشه 60 فدي اديتك ميزه في البطاريه انها تقعد معاك وقت اطول، لان ال 60 بيكون جهدها على البطاريه بيكون بشكل اقل، فبالنسبه لك هتخلي اداء البطاريه افضل بكتير. وده كده سريعا اللي حبيت اقوله لكم عن الايفون 13، وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب اكون قدمت لك معلومه مفيده، ولو لسه بتشوفني لحد الدقيقه دي ما تنساش تحط لايك للفيديو عشان يوصل اكبر عدد من الناس وكله يشوفه. ولو انت مش مشترك في القناه يشرفني وجودك. كان معاكم محمد المكتري من قناتي على اليوتيوب، مع السلامه.